قبل سنوات سألت أحد أقاربي وقد كان متأهلا: أخي ليش ما بتقرأ كتب وتثقف حالك وتزيد من حصيلتك المعرفية؟ فأجابني بألم إجابة آلمتني. قال: لما بتكد وتسعى وتتعب من الصبح للمساء لتأمن لقمة العيش لإلك ولأولادك، فمن وين رح يبقى لك وقت لا تقرأ كتب وتثقف حالك؟ للأسف أخوتي، هو هذا واقع حال معظمنا في هذا الشرق السعيد. أشغلتنا لقمة عيشنا عن طلب العلم. لذلك أقول إن فلسفة الزهد التي يحاول البعض تحبيبها إلى الناس لن تجلب لنا سوى مزيدا من الفقراء والجهلة والخونة واللصوص، ومزيدا من حالات الطلاق وفساد الأخلاق. يقول الدكتور علي الطنطاوي أو الشيخ علي الطنطاوي في كتابه من حديث النفس: العلم لا يثمر إلا بالمال، فلو أن أعلم أهل الأرض كان مفلسا يفكر في خبزه من أين يأتي به وبيته كيف يستأجره، لما بقي له عقل يفكر وذكاء ينتج. ويقول الشاعر: إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا.